والثلوج تعرقل المسير مشيا على الأقدام أو حتى بالسيارات نحو الفصل الدراسي في الحسيمة أيضا، منهم من تأخر عن ساعة الدخول صباحا، فيما أجل الامتحان في 5 مؤسسات تعليمية ابتدائية في جبال الريف. عبد الحميد مرابط وعبد العلي العمراش من نواحي الحسيمة. نحن هنا بجماعة مولاي أحمد الشريف الواقع على بعد 100 كيلومتر عن مدينة الحسيمة، حيث لا لون يعلو فوق لون البياض بالمنطقة التي عرفت تساقط ثلوج هامة تركت ظلالها على السير العادي لامتحانات المستوى السادس من التعليم الأساسي. هنا بمجموعة مدارس تيزيتشن تأخر انطلاق الامتحان بحوالي نصف ساعة بسبب تعثر التحاق المتعلمين بالمؤسسة نظرا لتقلبات الطقس. جينا على رجل، وصلنا شوية متأخرين يعني، ولكن الحمد لله. لكن دابا كندوزو الامتحانات واخا شوية ديال البرد والثلج عادي شوية. جينا من الدار مع 7:30، وصلنا هنايا وكان شوية ديال البرد وشوية الثلج من وصلنا هنا، ولكن الحمد لله وفروا لنا مدفأة وسخنا يعني، لقينا يعني كلشي توفر لنا الحمد لله. تكون انعدام ديال المواصلات بحيث ان الثلج كيعرقل عمليه ديال المرور بالنسبه للمواصلات، وهذا الشيء كينعكس بطبيعه الحال على الحضور في الوقت المبكر بالنسبه للتلاميذ. صعوبة المسالك القروية التي كساها البياض عرقل وصول التلاميذ في الموعد المحدد للامتحانات، سواء مشيا على الأقدام أو حتى عبر وسائل النقل، لكن تكاثف جهود مختلف المتدخلين مكن من إنجاح الامتحانات بالمؤسسة رغم إكراهات الطقس البارد، حيث لم تسجل غيابات تذكر. قادرين نتغلبوا على الصعوبات ديال البرد حاليا 100% داخل الاقسام، ولكن المشكل اللي كنعانيو منه هو المشكل ديال التاخرات ديال المتعلمين في هذه الاجواء، لان كما كتعرفوا منطقه بارده جدا والسكن ديال المنطقه سكن متفرق، والمتعلمين راه كاين اللي كيجي حتى ل 10 كيلومتر، واخا يعني توفر ديال النقل المدرسي كوسيله يعني سهلات هذه العمليه ديال ما يبقاش تاخر، ولكن راه كنلاحظوه. لكن الصورة على النقيض تماما بمناطق جبلية أخرى أكثر تضررا بموجة الطقس، فمن أصل 136 مركزا للامتحانات بنيابة الحسيمة تعثرت الامتحانات ب5 مؤسسات. لحد الساعة شي 5 ديال المؤسسات، يعني 5 ديال المؤسسات اللي ما استطاعوش يديروا الامتحان. يعني هناك امتحان ولكن كان بعض الغياب على مستوى المؤسسة، يعني ما كانش نسبة الحضور 100% يعني 100%. عرفوا بعض الغياب، يعني عرفت بعض الغياب. التلاميذ اللي غابوا يعني اللي ما استطاعوش يحضروا يعني الامتحان، يعني دابا الامتحان الرئيسي سيجتازون الامتحان الاحتياطي بعد ما تحسن الأحوال الجوية. أما بالنسبة لامتحانات المستوى الثالث إعدادي التي اجتازها أزيد من 8500 تلميذ بالحسيمة، فقد عرفت غيابات محدودة للممتحنين بالمناطق الجبلية بالريف، خاصة السادن وبن عمارت وكتامة وإك.